accessories in general is very popular now. For instance, garments with a far eastern influence are really breaking out. أصر يروح مع المحاضرة بتاعتها عشان يكون جنبها لأن كان في واحد تاني هيخطفها منه، ولكن واضح كده إن المحاضرة طولت حبتين. تعال نشوف إيه اللي هيحصل. What's going on everybody? This is Ahmed Yunus and you're watching English for more fun. أهلا بكم يا شباب، أنا أحمد يونس وأنتم منورنا على قناة English for more fun، القناة اللي بنتعلم فيها إنجليزي من مشاهد كاملة من الأفلام والمسلسلات. لو حابب تكون معانا اشتركوا وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طيب في المشهد ده هنشوف ريتشل بتتخانق مع روس بسبب الإحراج اللي سببه لها في المحاضرة. زي ما شفت كده كان نايم وبيشخر. بعد ما نشرح المشهد نسيبه لك كامل بترجمة إنجليزي على قناتنا على تيليجرام، ودي الجديدة واتساب برضه. عملنا قناة على واتساب عشان الناس اللي ما عندهاش تيليجرام، الروابط في الوصف تحت الفيديو. اشترك في القناة اللي تريحك. تعال بقى نشوف روس أول ما يدخل من الباب هيقول إيه. So I nodded off a little. Nodded off? Ross, you were snoring. So I nodded off a little. Nod off دي معناها يغفو أو يغلبوا النعاس، يعني زي ما تشاندلر بيعمل كده. يعني ممكن أوصف الصورة دي وأقول Chandler always nods off during long meetings. يعني تشاندلر دايما يغفو أو يغلبوا النعاس أثناء الاجتماعات الطويلة. Chandler always nods off during long meetings. فهو هنا بيقول لها So I nodded off a little. A little يعني قليلا أو شوية. So I nodded off a little يعني غفوت شوية. لو a little مش جاية معاك تقدر تقولها a little، هتيجي معاك مع التمرين. So I nodded off a little يعني غفوت شوية. So I nodded off a little. So I nodded off a little. So I nodded off a little. فهي قالت له nodded off غفوت. Ross you were snoring. Ross انت كنت بتشخر. snore يعني يشخر أو يعمل صوته وهو نايم. بقول مثلا He snores loudly at night يعني هو بيشخر بصوت عالي في الليل. He snores loudly at night. في كلمة مش موجودة معانا أحب إنك تعرفها وهي snort. snore يعني يشخر ولكن وهو نايم، إنما snort يشخر وهو صاحي. إيه ده، هو إحنا بنشخر وإحنا صاحيين؟ أيوة يا عم، عمرك ما شفت حد وهو بيضحك طلع صوت كده أو شخر؟ وهتروح بعيد ليه؟ أنا جايب لك حد يشخر لك دلوقتي، أوعى تفهمني غلط. خليني بقى أقول لك مثال عشان تفتكرها أكتر. بنقول مثلا Sometimes people snort when they laugh. أحيانا يشخر الناس عندما يضحكون، زي البنت اللي شفتها دلوقتي. Sometimes people snort when they laugh. جميل، اسمع بقى الحتة دي تاني كده. So I nodded off a little. Nodded off? Ross, you were snoring. So I nodded off a little. Nodded off? Ross, you were snoring. So I nodded off a little. Nodded off? Ross, you were snoring. بص بقى هتقول له كمان. My father's boat didn't make that much noise when it hit rocks. كلمة boat يعني قارب أو مركب. الأبوستروفي أو الفاصلة وحرف الإس دول في الإنجليزي بيسموهم possessive marker يعني علامة الملكية. فكك من الاسم خالص. بقول مثلا my father's boat يعني قارب أبي. my mother's house يعني منزل أمي. Mark's phone يعني تليفون مارك، وهكذا. طيب لو عاوز أقول قطة راس سهل، هقول Ross's cat. Ross's cat. طيب noise يعني ضوضاء أو دوشة. make noise يعني يصدر ضوضاء أو يعمل دوشة يعني. اسمع كده. Don't make noise. Don't make noise. Don't make noise. Don't make noise. You're making too much 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 noise. Hey, don't make that 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 noise. كلمة hit يعني يصطدم أو يخبط. بقول مثلا The car hit a tree during a storm. Storm يعني عاصفة. The car hit a tree. السيارة اصطدمت بشجرة. During a storm أثناء العاصفة. The car hit a tree during a storm. Rocks يعني صخور، مفردها a rock، صخرة واحدة. الراجل ده اسمه The Rock. The Rock يعني الصخرة. ده لقبه في المصارعة طبعا، إنما اسمه دوين جونسون. جميل، يبقى ريتشل كده بتقول له My father's boat قارب أبي didn't make that much noise لم يصدر كل هذه الضوضاء when it hit rocks عندما اصطدم بالصخور. My father's boat didn't make that much noise when it hit rocks. My father's boat didn't make that much noise when it hit rocks. My father's boat didn't make that much noise when it hit rocks.
My father's boat didn't make that much noise when it hit rocks. قارب والدي لم يصدر كل هذه الضوضاء عندما اصطدم بصخور. يعني صوت شخيرة كان أعلى من صوت المركب بتاع بابا لما خبط في الصخور. طبعا بتتريق عليه لأنه كان نايم فعلا، وهو بيقول لها So I nodded off a little. إيه يعني خفوت شوية. أنا كنت بركز معاكي في المحاضرة عادي، وإحنا طبعا شفنا هو كان عامل إزاي في أول الحلقة. Accessories in general is very popular now. طيب بص بقى هو هيقول لها إيه؟ Come on, 45 minutes. 45 minutes. The man talked about strappy back dresses. Come on ممكن نستخدمها بأكتر من طريقة. يعني مثلا ممكن نستخدمها لتشجيع حد. بنقول مثلا Come on, you can do it. Come on, you can do it. يعني يلا تقدر تعملها، أو هيا تستطيع أن تفعلها. ممكن نستخدمها برضو لما أكون بستعجل حد. يعني مثلا ممكن نقول Come on, we're gonna be late. يعني هيا سوف نتأخر، أو يلا هنتأخر. Come on, we're gonna be late. Come on, we're gonna be late. gonna طبعا اللي هي going to، قلناها أكتر من مرة ومعناها سوف. Come on, we're gonna be late. هيا سوف نتأخر. ممكن برضو استخدمها لما أكون مش مصدق أو مش عاجبني الكلام اللي بيتقال، زي ما هو معنا في المشهد. ممكن نقول مثلا Come on, that's not true. Come on, هذا ليس صحيحا. يا عم اللي انت بتقوله ده مش صح. Come on, that's not true. حلو، يبقى دي أغلب استخدامات come on. 1 لما أحب أشجع حد، 2 لما أحب أستعجل حد، 3 لو مش مصدق الكلام اللي بيتقال أو مش عاجبني. ورقم 3 ده هو الاستخدام اللي معنا في المشهد. بيقول لها Come on, 45 minutes. Come on, 45 دقيقة. يا شيخ 45 دقيقة، وكررها تاني وقال 45 minutes. إيه بقى اللي بيحصل في 45 دقيقة؟ The man talked about strappy bag dresses. الراجل اتكلم عن strappy bag dresses. strappy bag dresses هي الفساتين دي، بيكون ليها أشرطة متقاطعة كده زي ما حضرتك شايف. الشريط الواحد ده اسمه strap. strappy يعني ذو أشرطة. strappy bag dresses يعني فساتين ذو أشرطة في الظهر. فهو هنا بيقول The man talked about strappy bag dresses. يعني الراجل اتكلم عن فساتين ذو أشرطة في الظهر. بقاله 45 دقيقة بيتكلم عن الفساتين دي، فأكيد لازم أنام وأشخر كمان. اسمعها تاني كده. Come on, 45 minutes. 45 minutes. The man talked about strappy back dresses. Come on, 45 minutes. 45 minutes. The man talked about strappy back dresses. هي بقى هترد عليه وتقول له Well, okay, how about 4 hours in a freezing museum auditorium listening to Professor Pitstains and his... How about بستخدمها لما أحب أقترح حاجة على حد أو أخد رأي حد في حاجة، بمعنى إيه رأيك في كذا أو ماذا عن كذا. تعال ناخد أمثلة عشان نعرف نستخدمها. ممكن نقول مثلا How about some fresh fruit for dessert. Fruit يعني فاكهة. Fresh fruit فاكهة طازجة. Dessert يعني تحلية. لما تاكل أكلة مثلا وتحب تحلي بعدها، التحلية دي اسمها بالإنجليزي dessert. How about some fresh fruit. إيه رأيك في بعض الفاكهة الطازجة، أو ماذا عن بعض الفاكهة الطازجة. For dessert للتحلية. إيه رأيك في بعض الفاكهة الطازجة للتحلية. How about some fresh fruit for dessert. طيب كلمة freezing ممكن أوصف بيها حاجة أو مكان، مثلا إنه شديد البرودة، أو ممكن أوصف بيها حد حاسس بالبرد الشديد، متلج يعني. شوف كده. This place is freezing. This place is freezing. This place is freezing. This place is freezing. Dad, I'm freezing. Dad, I'm freezing. Dad, I'm freezing. Dad, I'm freezing. طيب كلمة auditorium يعني قاعة محاضرات، أو اللي بنقول عليها في مصر مدرج. museum auditorium قاعة المحاضرات الخاصة بالمتحف. museum يعني متحف، قاعة المحاضرات بتاعة المتحف. ريتشل بتقول له Well okay, how about 4 hours in a freezing museum auditorium. تمام، ماذا عن 4 ساعات في قاعة محاضرات المتحف شديدة البرودة. Listening to professor نستمع لأستاذ Pitstains. كلمة pit دي الكلمة الغير رسمية ل armpit، والاتنين معناهم إبط اللي حضرتك شايفه ده. Pitstains بقى هي بقع العرق اللي بتبقى تحت الإبط في الملابس زي اللي حضرتك شايفها دي. تعال نستخدمها في مثال عشان تثبت. ممكن نقول Dark shirts are better for hiding pit stains. يعني القمصان الغامقة أو الداكنة أفضل لإخفاء بقع العرق تحت الإبط. Dark shirts are better for hiding pit stains. فهي هنا بتتريق على اسم الأستاذ بتاع روس. عادة لما الأساتذة بتقف تشرح وقت طويل بيعرقوا، وأكتر مكان بيعرق هو تحت الإبط. فهي بتقوله
How about 4 hours in a freezing museum auditorium? ماذا عن 4 ساعات في قاعة محاضرات المتحف شديدة البرودة؟ Listening to Professor Pitstains. نستمع لأستاذ Pitstains. بين قوسين بتتريق على اسم الأستاذ لأنه واضح كده إنه كان عنده بقع عرق تحت الإبط، وكانت واضحة على الهدوم اللي كان لابسها لأنه واقف 4 ساعات بيشرح. Well, okay, how about 4 hours in a freezing museum auditorium listening to Professor Pitstains in his. نستمع لأستاذ Pitstains وهتقول بقى الكلام اللي الأستاذ كان بيقوله. Hey everybody, remember that thing that's been dead for a gazillion years? Well, here's a little bone we didn't know it had. Gazillion دي كلمة عامية بستخدمها عشان أبالغ في عدد حاجة معينة، زي ما بنقول بالمصري كده 200. 200 مش رقم، أنا بس ببالغ في عدد حاجة. يعني إيه مش فاهم؟ تعال نقول أمثلة. ممكن نقول There are a gazillion books in the library. There are a gazillion books in the library. يوجد 200 كتاب في المكتبة. 200 هنا بتدل على وجود عدد كبير من الكتب في المكتبة. للناس اللي مش فاهمة يعني ايه 200 اللي بنقولها دي، ده مش رقم، ببالغ بس في عدد الكتب الموجودة. There are a gazillion books in the library. ممكن أقول برضو I have a gazillion things to do today. I have a gazillion things to do today. يعني أنا عندي 200 حاجة أعملها النهاردة. عندي حاجات كتير أوي أعملها النهاردة. I have a gazillion things to do today. ممكن أقولها بالراحة I have a gazillion things to do today. I have a gazillion things to do today. طيب here's دي اختصار لي here is، ودي بستخدمها لما أحب أقدم أو أوري حاجة لحد. يعني مثلا واحد بيقول لي فين اللابتوب بتاعي، فممكن أقول له here's your laptop. Here is your laptop. يعني اللابتوب بتاعك أهو. Here's your laptop. يبقى كده ريتشل بتقول Hey everybody. Hi يا جماعة. Remember that thing that's been dead for a gazillion years? أو Remember that thing that has been dead for a gazillion years? فاكرين الشيء ده اللي مات من 200 سنة؟ طبعا هنا بتتكلم عن الديناصور. الشيء ده هو الديناصور. Remember that thing that's been dead for a gazillion years? فاكرين الشيء ده اللي مات من 200 سنة؟ Well, here's a little bone. في عظمة صغيرة اهو. We didn't know it had. We didn't know it had. لم نكن نعرف إنه يمتلكها. Hey everybody, remember that thing that's been dead for a gazillion years? Well, here's a little bone we didn't know it had. Hey everybody, remember that thing that's been dead for a gazillion years? Well, here's a little bone we didn't know it had. هاي يا جماعة، فاكرين الشيء ده اللي مات من 200 سنة؟ في عظمة صغيرة اهو لم نكن نعرف إنه يمتلكها. طبعا الكلام ده بالنسبة لها ممل جدا. انت مجمعنا وقاعد تتكلم 4 ساعات في التلج اللي احنا فيه ده عشان تقول لنا عن العظمة الصغيرة دي اللي كانت موجودة في الديناصور؟ اسمع الحتة دي تاني كده. Hey everybody, remember that thing that's been dead for a gazillion years? Well, here's a little bone we didn't know it had. بص بقى راس هيقول لها ايه؟ First of all, it's Professor Pittain. First of all يعني أولا. First of all. First of all. شوف كده. First of all, don't call me baby. 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 First of all, I'm a rat. 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 First of all, it's Professor Pittain. أولا اسمه أستاذ Pittain مش Pitstains زي ما قلتي. And second of all, that little bone proved that that particular dinosaur had wings but didn't fly. Second of all, ثانيا. طيب لو عاوز أكمل عد بقى هقول third of all, fourth of all, fifth of all وهكذا. بس عادة ما فيش حد بيقول كده. لما بنتكلم عادي بنقول first of all و second of all. وعد بقى من غير ما أكرر of all. بنقول مثلا third, fourth وهكذا. وده كمان بيكون رسمي إلى حد ما لأن شخصية راس في المسلسل هو شخص أكاديمي وبيحب يدقق في كل كلمة بيقولها. إنما في المحادثات اليومية الناس بتختصر كل ده وتقول مثلا First, I'll make breakfast. Second, I'll pack my bag. Third, I need to check my email. Fourth, I'll call my friend. And finally, I'll relax and watch a movie. First, I'll make breakfast. أولا سأعد الفطار. Second, I'll pack my bag. شو بنقول إيه؟ I'll pack my bag. يعني ثانيا سأحزم حقيبتي. هحضر شنطتي يعني. Third, I need to check my email. ثالثا أحتاج أن أتحقق من بريدي الإلكتروني. Fourth,
I'll call my friend. رابعا سأتصل بصديقي. And finally I'll relax and watch a movie. وأخيرا سأسترخي وأشاهد فيلم. شفت اختصرنا وقلنا first, second, third, fourth, and finally. ما عدناش بقى نقول ايه first of all, second of all, third of all والكلام ده. طيب proved جاي من prove يعني يثبت أو يبرهن. اسمع كده. We don't need to prove you're a lawyer. 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 Prove your loyalty to me. 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 طيب كلمة particular يعني معين أو محدد أو بالتحديد حاجة معينة. تعال ناخد مثال عشان توضح أكتر. ممكن نقول I don't like this particular flavor of ice cream. يعني أنا لا أحب هذا الطعم بالتحديد من الآيس كريم. I don't like this particular flavor of ice cream. Flavor طبعا يعني طعم. Particular flavor يعني الطعم ده بالتحديد، الطعم ده بالذات. I don't like this particular flavor of ice cream. يبقى كده بيقول and second of all وثانيا that little bone proved that. العظمة الصغيرة دي أثبتت أن that particular dinosaur ذلك الديناصور بالتحديد had wings but didn't fly. كان لديه أجنحة ولكن لا يطير. طبعا دي حاجة مهمة بالنسبة له، ده مجال شغله. العظمة الصغيرة اللي انت بتتفيه منها دي أثبتت إن هو كان عنده جناحات ولكن ما بيطيرش. And second of all, that little bone proved that the particular dinosaur had wings but didn't fly. اسمعها تاني كده. And second of all, that little bone proved that that particular dinosaur had wings but didn't fly. And second of all, that little bone proved that that particular dinosaur had wings but didn't fly. شو بقى ريتشل هتقول له ايه؟ Okay, see now what I just heard? Blah 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 blah. كلمة blah دي كلمة غير رسمية، ممكن استخدمها أكتر من استخدام. ممكن استخدمها بمعنى ممل. بقول مثلا The lecture was so blah. Lecture يعني محاضرة. The lecture was so blah يعني المحاضرة كانت مملة جدا. The lecture was so blah. ممكن برضه استخدمها زي ما هو معانا في المشهد بمعنى كلام فارغ أو مش مهم، وعادة بقولها 3 مرات blah blah blah. نقول مثلا All I heard in his speech was blah blah blah. كلمة speech يعني خطاب. All I heard in his speech was blah blah blah. كل اللي سمعته في خطابه كان كلام فارغ blah blah blah. كلام مش مهم بالنسبة لي يعني. يبقى كده بتقول okay see now. تمام بص what I just heard اللي أنا سمعته للتو blah 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 blah. كلام فارغ كله يعني. كل اللي انت بتقوله عن العظمة ومش عارف ايه الكلام ده بالنسبة لي فارغ مش مهم. اسمعها تاني كده. Okay, see now what I just heard? Blah 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 blah. بص بقى الراس ما بيسيبش حقه. بص هيقول لها ايه؟ You know what? 100 million people went to see a movie about what I do. You know what أخدناها قبل كده وقلنا إن معناها تعرف. تخيل كده أنا واقف ببص على مكان وأنت واقف جنبي وفجأة قلت لك تعرف أنا بحب المكان ده أوي. You know what? I love this place so much. شفت استخدام you know what هو نفس استخدام تعرف بالعربي زي ما استخدمناها كده نفس الاستخدام. تعرف you know what. يبقى كده بيقول you know what تعرفي 100 million people 100 مليون شخص went to see a movie about what I do. went طبعا الماضي بتاع go. أي movie يعني فيلم. went to see a movie about what I do يعني ذهبوا لمشاهدة فيلم عن ما أعمل. 100 مليون شخص راحوا يتفرجوا على فيلم عن الديناصورات اللي هو مجال شغلي وانتي بتقولي عليه ممل أو كلام فارغ. هيكمل ويقول I wonder how many people would go see a movie called Jurassic Parka. wonder معناها يتساءل. شوف كده. I wonder why you never came to Rome. 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 Have you ever wondered where the dead birds go? Have you ever wondered where the dead birds go? Have you ever wondered where the dead birds go? Have you ever wondered where the dead birds go? طيب Jurassic Parka. كلمة Jurassic دي بتدل على حقبة زمنية معينة. لما حد يقول لك Jurassic period اعرف انه بيتكلم عن فترة بتاعت بداية ظهور الديناصورات وسيطرتها على الأرض. بنتكلم في حوالي 200 مليون سنة كده. طيب ايه Jurassic Park اللي بيتكلم عنها راس؟ أولا هو اسمه Jurassic Park وده فيلم مشهور جدا بيتكلم عن الديناصورات. كلمة باركا اللي قالها راس دي هو ده اسمه باركا.
فهو هنا بيتريق على مجال شغلها اللي هو اللبس والموضة وكده. قال 100 million people want to see a movie about what I do. 100 مليون واحد راحوا يتفرجوا على فيلم عن اللي أنا بعمله اللي هو مجال الديناصورات. I wonder how many people go see a movie called. أتساءل كم عدد الأشخاص اللي ممكن يروحوا يتفرجوا على فيلم يدعى. وقال Jurassic Park. هو كان المفروض يقول Jurassic Park الفيلم المشهور بتاع الديناصورات، ولكن حرف الكلام عشان يقول Jurassic Park. بيتريق على مجال شغلها، واحنا عرفنا ايه هو الباركا من شوية. هو كده بيتريق على مجال شغلها ان هو اللي ممل. مين هيروح يتفرج على فيلم اسمه Jurassic Park؟ مجال شغلك هو الممل مش مجال شغلي. راس ما بيسكتش مع حد. I wonder how many people will go see a movie called Jurassic Park. فهي طبعا قالت Oh that is so، وما لحقتش تكمل كلامها. كان ممكن قالت Oh that is so silly. كلمة silly يعني سخيف. Oh that is so silly. Oh ده سخيف جدا. الكلام اللي انت بتقوله ده سخيف جدا. طبعا مش لاقي حاجة تقولها عشان هو علم عليها. That is so silly. That is so silly. That is so silly. That is so silly. فهو هنا هيكمل ويقول لها No, a bunch of out-of-control jackets take over an island. A bunch of كذا يعني مجموعة من كذا. شوف كده. What a bunch of losers. 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 Out of control أو out of control. عادة لما نتكلم بسرعة بنقولها out of control. out of control. out of control يعني خارج عن السيطرة، صعب تسيطر عليه يعني. out of control. out of control. شوف كده. Everything is out of control. 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 I think technology's getting 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 out of control. take over ده فعل مركب معناه يستولى أو يسيطر على حاجة. ممكن نقول مثلا The pirates tried to take over the ship. يعني القراصنة حاولوا أن يستولوا على السفينة. The pirates tried to take over the ship. طبعا island يعني جزيرة والإس ما بننطقهاش. island. فراس هنا بيشرح لها الفيلم اللي في مجال شغلها ده هيكون عامل ازاي، اللي هو اسمه Jurassic Park. No, a bunch of out of control jackets take over an island. لا مجموعة من الجواكت الخارجة عن السيطرة تستولى على جزيرة. وفجأة افتكروا انه لابس جاكيت فقام قالوا على طول لان الجواكت خارجة عن السيطرة وممكن تأذيه. طبعا كله تريقة في تريقة، خياله واسع راس. اسمع كده الحتة دي تاني. No, a bunch of out of control jackets take over an island. هسيبك هنا واشوفك ان شاء الله في الحلقة الجاية بمشهد جديد. اعمل لايك وشير وكومنت عشان القناة تظهر للناس، وشكرا للناس اللي شاركت القناة مؤخرا. يلا عشان ما اطولش عليك، شكرا على المشاهدة والسلام عليكم.